نرتدي زيا راقي من الحضارة الجزائرية إلى الحضارة المصرية. بس الزي اللي حضرتك لابساه ده مش زي جزائري اساسا، يعني ده زي مصر قديم برضه، لبس راقي من الحضاره المصريه القديمه وهو مرسوم على الاثار المصريه. الكاب اللي هو اسمه حديثا كاب ايزيس وتحتيه رداء، الرداء بيكون ضيق شويه على الجسم عشان يبين الانوثه والرقي في نفس الوقت، والحزام اللي هو البسيط ده مصر قديم. فالزي اللي حضرتك لابساه ده كله زي مصري مش زي جزائري. طب انا ليه بقول كده يا نيرفانا؟ لان مع الاسف هي دي البدايه، الهدوم تتاخد بمنتهى الترحاب وبعد كده يبقى ده تراثهم مش تراثنا، ويبتدوا يعايرونا. عارفين الفقره بتاعت يعايرونا دي هي اللي بتزعلنا. لو الموضوع اتساب عادي اوكي، لكن الموضوع بعد كده بيحصل معايره على اثارنا. لو على اثارهم يوروني، يعني لو الزي اللي هو موجود في الجزائر ده على اثاركم يا ريت توروني، انا قاعده منتظره اهو. ده الشكل الاصلي وده بقى الشكل الحديث بتاعه اللي احنا شفناه لاول مره كان في موكب المومياوات. المذيعات كانوا لابسينه هو والتاني ده، الاتنين افخم من بعض بصراحه. فلا احنا اسفين، تراث مصر مش جزائري يا فندم، وتنورينا تاني وتالت ورابع. علينا أن نرتدي